اكبر كذبه تربات عليها اجيال هي ان القرايه بوحدها غتضمن لك مستقبل زوين. قالوا لنا قرا مزيان خذ ديبلوم وغتلقى الخدمه، ولكن اليوم كاين الاف الشباب عندهم شواهد ومع ذلك ما لقاوش بلاصتهم في السوق. والاغرب الشركات نفسها كتقول ما لقيناش الكفاءات. شكون اللي فيهم كلامه صحيح؟ انا الكوتش رياض، باحث وماستر كوتش، وفي هذا الفيديو غنتكلموا على واحد الحقيقه اللي بزاف ديال الناس ما بغوش يشوفوها. اليوم سوق الشغل تبدل والقواعد اللي تربينا عليها ما بقاتش كافيه، وغادي نوريكم بالارقام علاش الخريجين كيعانيو اليوم. فاشنو اللي تبدل واشنو خصك دير باش ما تبقاش خارج اللعبه؟ اليوم العالم كيتبدل وكيتبدل بسرعه. قبل ما نتكلموا على المغرب خصنا نفهموا شنو واقع عالميا. حسب التقرير ديال المستقبل الوظائي لسنه 2025 اللي يشمل اكثر من 1000 شركه و14 مليون موظف في 55 دوله، حوالي 39% من المهارات الحاليه غتبدل او غتولي قديمه قبل من سنه 2030. يعني تقريبا 2 مهارات من كل 5 اللي مطلوبه اليوم ممكن ما يبقاوش مطلوبين بعد سنوات قليله. وفي نفس التقرير 63% من الشركات قالت ان اكبر مشكل عندها اليوم هو نقص المهارات المناسبه عند الناس. الا بغينا نفهموا هذه الازمه العالميه اللي واقعه قبل ما نحلوا سوق الشغل في المغرب، غنبدا بواحد الدراسه اللي دارها المنتدى الاقتصادي العالمي، واحد الدراسه اللي كانت سميتها مستقبل المهن. دراسه اللي بينت مشكل كبير، الجامعات كتخرج الملايين كل عام ولكن الشركات ما لاقياش الكفاءات. فشنو هو الحل لهذا المشكل؟ المشكل ماشي ان القرايه ما عندهاش قيمه، هذا الكلام ولينا كنسمعوه بزاف، وكنسمعوا عندك ديبلوم هادشي بالضبط اللي مخليك في العطاله دابا، او كنسمعوا ضحكوا عليك ملي قالوا لك قرا مزيان وغتنجح. القرايه والدبلوم ما بقاوش خدامين اليوم. اولا بغيت نحذرك من الغراري عايشه ومن الناس اللي كل عام كيتزادوا وتاثيرهم كيتزاد. ناس كيسوقوا لك بلي القرايه ما عندها حتى قيمه، وبلي كاين ناس نجحوا وهما ما قارينش، وكيصدروا لكم هاد النماذج وكيصدروهم لكم على ان النجاح هو حصرا نجاح مادي. النجاح جزء منه مادي طبعا، لكن الرضا على الذات اهم مكون. وبدون قرايه بزاف ديال الناس كتعاني لانها دارت الفلوس ولكن ما قراتش. رد بالك، هذه الخطابات التسويقيه خطيره لانها كتغلف بغلاف النصيحه وعمل الخير، وفي النهايه مفعولها دمار. حتى ولو روجت لواحد القله نجحات، راه حالات الفشل كبيره بزاف، وانا اللي في الماركت وكنشوف عدد الحالات اللي كيجيو وهما ضيعوا ديدي مع حبل ملوك. ردوا بالكم وحافظوا على قرايتكم وخدامكم، ما تخليوش الوهم يضيع ما بنيتو. انا هنا باش نوضح لكم الطريق، ماشي باش نخلعك ولا باش نعطيك افكار غلطه. عمرك سولتي راسك علاش الشركات كيقولوا ما كاينش كفاءات وفي نفس الوقت الاف الخريجين ما لاقينش خدمه؟ تخيل معايا تقضي 5 سنين وانت كتقرا وفي الاخر المشغل يقول لك هاد المهارات اللي عندك ما بقاتش مطلوبه وما صالحاش ليا. اليوم خصك تعرف بلي الدبلوم ماشي ضمانه للحياه. كاينين شباب داروا كلشي اللي عليهم، قراو تعبوا جابوا نقاط عاليه وفي الاخر السوق تجاوزهم، رفضهم ورفض يخدمهم. علاش؟ وعلاش النسبه ديال البطاله ما بين الناس الخريجين اللي عندهم دبلوم واللي قضاو سنوات من عمرهم كيقراو في الجامعه تقريبا اكثر ب4 المرات من الناس اللي ما عندهم حتى شي دبلوم؟ وهذه المعلومات ماخوذه من تقارير رسميه، يعني ماشي من عندي. فكيفاش انا واحد الانسان اللي كبر وهو كيسمع واحد القانون قرا مزيان خذ دبلوم وغضمن خدمه زوينه؟ هذا الكلام كبرت عليه اجيال طبعا، دابا ما بقاش خدام، اللعبه تبدلات. الحقيقه ان المشكل هو السرعه. سوق الشغل كيتبدل بسرعه خياليه، بينما الجامعات كتبدل البرامج ديالها ببطء شديد. باش يتبدل برنامج جامعي كيحتاج لجان، موافقات، بيروقراطيه واجراءات كثيره. وفي هذا الوقت التكنولوجيا كتبدل السوق كل شهر تقريبا، خصوصا مع ظهور الذكاء الصناعي. اليوم ادوات بحال شات جي بي تي، كلود، جيميناي وغيرها كتطور بسرعه كبيره. يعني الطالب ممكن يتخرج بمعلومات صحيحه ولكن السوق سبقها وتجاوزها. دابا نجيو للمغرب. بحسب المعطيات معدل البطاله العام قريب 13%، ولكن عند حاملي الشهادات وصل تقريبا ل 19%، وعند بعض فئات الشباب المتخرجين كيتجاوز 30%. يعني بارادوكس كبير، كل ما قريتي اكثر ممكن تلقى صعوبه اكثر انك تدخل السوق وتندمج. ولكن هنا بزاف الناس كيغلطوا في الفهم. هادشي ما كيعنيش ما خصكش تقرا، بالعكس القرايه مهمه لانها كتعلم الانضباط، كتعلم التفكير، وكتعلم العمل الجماعي، احترام المواعيد، تحمل الضغط، وهادشي كله محتاجاه الشركات اليوم. ولكن خصك تعرف بلي الدبلوم بوحدو اليوم ما بقاش كافي. السوق اليوم كيقلب على ماشي اشنو قريتي ولكن كيقلب على شنو تقدر دير. الشركات دابا تيقلبوا على التفكير التحليلي، حل المشاكل، المرونه النفسيه والذهنيه، سرعه التعلم، وطبعا استعمال ادوات العصر. يعني افترض معايا واحد قاري مثلا ماركتينغ وما عمره خدم باي تولز، عنده مشكل. واحد قاري انفورماتيك وما عندوش بورتفوليو، عنده مشكل. واحد قاري فينانس وما خدمش بادوات رقميه حديثه، هذا فعلا مشكل. افترض معايا مشغل قدامه 2 ديال البروفايل،
جوج مترشحين للخدمه. الاول عنده ديبلوم ممتاز وخدام بالطريقه التقليديه، كلشي بطيء. الثاني كيعرف يخدم بادوات الاي اي، فاهم المجال ديالو وعنده بورتفوليو وعنده نتائج ملموسه. شكون اللي غادي يختار هذا المشاغب؟ الجواب باين، وهذا هو اللي ولا تتقلب عليه الشركات. انسان هيبريد بروفايل، عنده تخصص ولكن متاقلم مع العصر. الدبلوم ما كيعنيش انك وصلتي، الدبلوم هو فقط بدايه، هو المفتاح ديال الدخول. اهم حاجه خصك تفهمها بلي هذا التغيير راه ماشي شي حاجه اللي خايبه. اليوم اصبح متاح انك تعلم مهارات من داركم عبر الانترنت، اليوتيوب، دورات، مشاريع ذكاء صناعي. واليوم القيمه ديالك ما بقاتش مرتبطه بكرتونه، ولات مرتبطه بالقدره على التكيف، بسرعه التعلم، والنتائج اللي تقدر تخلق في سوق الشغل. اللي كينجح ماشي بالضروره اذكى، بل اكثر واحد قادر يتعلم ويتطور بسرعه. نتمنى تكون استفدتي من الفيديو. نتلاقاو في الحلقه الجايه. حلقه الاحد غادي نبدلوها بالخميس، تسناونا كل خميس مع 6 حلقه جديده. نتلاقاو في الحلقه القادمه. Goodbye.